دمر هالروح المسكينة، وانا قلبي بمضلينا مرتاح بدون ومتك، ما مهتم لو نامت عيني واني ما اقدر عالفرقة، مشتاق لروح ومختنقة، عايفني وما فكر بي، بس مثلي طبعا ما يلقى. دخت بيك وعني دوخت الريشة بريح، انت وياي ضدي يتحاجز الهدود، شتريد النخل انزل على الصعود، وطن شفته جريح وصار لك فرهود، تظل جمع حطب ابقى جمع حطب ما يحترق والله، ابراهيم الوطن يا نار يا نمرود. يابا شلون ذاك الحب نسى، مو متيت اني وراه، ليش خلاني شجاع، ويلي يابا احضن الصورة وانا غيره ولد الحرام، وباع قلب اللي اشتراه، دمر هالروح المسكينة، وانا قلبي بمضلينا مرتاح بدون ومتأكد، ما مهتم لو نامت عيني واني ما اقدر عالفرقة، مشتاق لروح ومختنقة، عايفني وما فكر بي، بس مثلي طبعا ما يلقى. يا ويلي والنار بقلبي، يا ويلي على امي وتعبي، يا ويلي ما قدر حبي شلون وياه. يعنيك يلا روحيش بديك، وغريبة ينطي بيك ما يحل صاير عليك، يعنيك ما وفالي وتعبيها، مدري ناسي مدري خاب، راح تالي المشتري، ابكي هواية ودمعي لالي، عوف قد مشتاق لحضنه وما يطلع من قلبي وبالي، غير فرد ذنبي سويته معروف بيه، ملذيته من بين العالم يا عالم، هو اكثر واحد حبيته. اوه يا ويلي والنار بقلبي، يا ويلي على همي وتعبي، يا ويلي ما قدر حبي شلون وياه. دائما اتساءل اذا شخص تغير علينا وتركنا، هل هذا شر ابعده الله؟ اي صديقي، اكو احتمال كبير انه هذا شر ابعده الله عنك، بس اكو احتمال ثاني، من الممكن انه انت الشر الذي ابعدك الله عنه. يعني نفكر بالموضوع من هالزاوية، شنو رايك؟